سويت هالكبسة اللذيذة وعجبتني وعجبت الكل، وطبعا قلت بسويها معكم علشان تجربونها وتعرفون طريقتها وطعمها اللذيذ. شوفوا ما شاء الله كيف الدجاج ذايب والرز مستوي وحاطين عليه بابريكا وشوية شطة. ونبدأ بسم الله. نجيب رز قصير الحبة ونضيف عليه الموية المغلية أكيد، وبعدها نحركه شوي بالمعلقة. أحيانا يتكتل الرز فعلشان تجي الموية على كل أجزاء. ونجيب صحن ونجيب دجاجة. هذه الدجاجة وزنها تقريبا 900 جرام، وأبدأ أفرغها من الكيس. هذا الفخذ والورك وهذا الصدر. وهنا طبعا الجزء هذا لازم نشيله، أنظف وأحسن، نتخلص منه ونرميه. وبعدها نبدأ نقطعها. طبعا أنا هنا بقطعها بشكل مستقيم زي ما انتم شايفين. بالنسبة لتقطيع الدجاج لازم السكين تكون عندي شوي حادة علشان ما أتعب وأنا أقطع الدجاج. وهنا عندي وصلنا لنهاية الخط المستقيم، وأبدأ أقطع الصدر بشكل مستقيم زي ما انتم شايفين بهذا الشكل لين ننتهي. وبعدها هنا عندي صارت نص ونص، يعني نصين الدجاجة. إذا حابين تطبخونها بهذا الشكل أو تقطعون هذا الجزء برضو كله يصير وينفع عادي بهذا الشكل. شايفين هذا الجزء من الدجاجة اسمه الصدر وهذا الفخذ. ونقطع النص الثاني وكذا نكون قطعناها ل4 أجزاء. هذا الجزء لازم نشيله وقت الغسيل. الصدر نظيف بس يتغسل عادي. وبعدها أنا جبت ليمونة وبديت أعصرها على الدجاجة بهذا الشكل، وأبدأ زي اللي أفرك الليمونة على الدجاج. ليش؟ علشان يشيل لي زنخة الدجاج ويعطيها ريحة حلوة بهذا الشكل، حتى لونها أصلا بتحسونه تفتح. وأضيف عليها شوي من الخل وأخذها على جنب. وأجيب عندي الطماطم والثوم والبصل، وأبدأ أقطع البصل بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. طبعا أي طريقة انتم حابين تقطعون فيها كله يصير. وأجيب القدر، طبعا قدر ضغط لازم يكون، وأفتحه وأضيف عليه البصل الجوانح. وبعدها أضيف ملعقة سمنة كبيرة، وأكيد ما ننسى الزيت. وهنا عندي راس ثوم حطيته زي ما هو، وأشغل النار وأحطهم. بالنسبة للطماطم أبدأ أقطعها زي ما قطعت البصل برضو جوانح بهذا الشكل. وهنا عندي أبدأ أحرك البصل وأرجع. أي نوع خضار حابين تضيفونه يصير. هنا حبيت أضيف حبة قرع تعطيني طعم لذيذ للكبسة. صح أنه متعب بالتقشير والتقطيع لكن لذيذ جدا وممكن تستغنون عنه، يصلح برضو. شايفين قشرته. هنا عندي البصل أضيف عليه بهارات عدلة، ليمون أسود وقرفة وهيل. وأبدأ أقطع القرع. طبعا معليش تقطيع القرع بيتعبكم شوي. شايفين مرة قاسي، سبحان الله، على أنه قاسي وهو ني، على أنه أول ما تحطون على النار ما ياخذ 10 دقايق ويستوي تماما. شايفين. وهنا أبدأ أفرغ هذا الجزء الأسفل من حبة القرع بهذا الشكل، وأقطعه من النص. وبرضه هذول الدوائر الحلقات أقطعهم من النص شكل برضه جوانح. هنا البصل بدأ ياخذ عندي لون، أشوحه كويس. كل ما أخذ لون كل ما كانت الكبسة أطيب. وأبدأ أضيف الدجاج بعد ما غسلته تماما. وهنا أضيف بهار مشكل، أي بهار أنتوا حابين تضيفونه ما في أي قيود. شايفين أنا ضفت ملعقتين وهذه ملعقة كزبرة، وأبدأ أقلبهم مع بعض بهذا الشكل. وبعطيكم معلومة مهمة بالنسبة للدجاج بالذات وحتى اللحم أكيد. أي طبخة تحبون تطبخون فيها الدجاج أو اللحم لازم تعطونه حمسة، لازم تعطونه حمسة مع البصل. ليش؟ علشان أول شيء يحفظ لي العصارة المسؤولة عن طراوة الدجاج، وثاني شيء يشيل لي أي زنخة. وهنا أضفت الطماطم ودبس الطماطم بعد أو معجون الطماطم، وأقلبهم مع بعض. قبل ما ضفت الطماطم ضفت مكعب من مرق الدجاج. وبعدها أجيب صحن القرع وأبدأ أضيفه بهذا الشكل.
أنا ضفته آخر شيء تقريبا لأنه يستوي بشكل سريع، وأبدأ أشوحهم مع بعض وأقلبهم وأضيف عليهم رشة ملح، وهنا أضيف الموية لين تغطي عندي الدجاج والخضار، وأسكر عليهم لمدة نص ساعة أو 3/4 الساعة إذا تبونه مرة مستوي أو مرة ذايب. بالنسبة لي أنا خليته 3/4 الساعة وكان مستوي تماما، وطفيت النار. وبعدها جبت الرز وصفيته من الموية بهذا الشكل، وفكيت غطا القدر بهذا الشكل وأشيله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، كل شيء مستوي على الآخر. ونبدأ نضيف الرز أنا وسلطوني، طبعا ما نستغني عن مساعدته. شوفوا كيف حاصل الدنيا الحين. وهنا نحرك الرز شوي بالملعقة علشان يدخل الأعماق القدر بهذا الشكل. بالنسبة لهذا النوع من الكبسة، إذا حسيتوا المرقة أو الموية فيها زيادة شوي عادي، بالعكس بتكون أطيب وألذ. ونبدأ نسكر، وحطينا الصفارة، سلطوني طبعا لازم يساعدني حبيبي هو، ونحكم إغلاق القدر بهذا الشكل، ونخليها لمدة ربع ساعة، ونهدي النار علشان لا يحترق الرز أو الدجاج. وبعد ما خلصت الربع ساعة شلنا الصفارة ونبدأ نفك الغطا. خلاص جعنا على الآخر. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الشكل يشهي والطعم يدوخ يا جماعة، والله إنها من ألذ الكبسات. وطبعا خلاص تحمسنا على الآخر، نبدأ بسم الله. شوفوا لي جمالها، شوفوا كيف الدجاج ذايب على الآخر ما شاء الله تبارك الله. وأكيد ما ننسى حصة الجيران، نبدأ نسكب بهذا الصحن، شايفين بهذا الشكل. وهنا عندي أبدأ أضيف الشطة والبابريكا، وأبدأ أخذ لي قطعة دجاج. شوفوا كيف ذايب، شوفوا ما شاء الله. أو أبدأ أخذ اللقمة الهنية اللذيذة، وعلينا وعليكم بالصحة والعافية والطعم. طوع لازم تجربونه جبونة وبالعافية. عافية.